مرة سألني شخص في هذا المسجد في مثل هذه الأيام قبل سنوات، قال لا أنا أتعجب، يقول أنا أتعجب المدينة وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أي مظهر من مظاهر الاحتفال بمولده، يقول أنا أتعجب. قلت له إذا عرفت السبب يزول العجب. قال لي ما السبب؟ قلت لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو السبب، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعلون إلا ما دلت عليه السنة. فهل عندك علم تأتينا به أن أبا بكر احتفل بالمولد، وأن عمر احتفل بالمولد، وأن عثمان احتفل بالمولد، وأن علي؟ هل عندك أثر في هذا تنقله لنا من الكتب التي حفظت الأخبار والآثار؟ إذا ما كان عندك ألا يسعنا في الحب ما وسع أبا بكر؟ لا نأتي نتحذلق ونحمل النصوص ما لا تحتمل، وهذه مصيبة والله. يأتي بعضهم ويقول لا، أليس الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون؟ نريد نفرح بمولده وأنتم تعارضون. هذه الآية قرأها أبو بكر قبل أن تقرأها أنت، وقرأها عمر، وقرأها عثمان، وقرأها علي، وقرأها التابعون وأتباع التابعون، وآثارهم منقولة في كتب التفسير بالماثور في فهم الآية هذه. من أين لك هذا الفهم الذي ما سبقك إليه لا أبا بكر ولا عمر ولا غيره؟ لو كان الإنسان يريد أن ينظر في طريقة الاستدلال، قل بفضل الله برحمته. الله قال في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة. البعثة ما تكون ما شأنها لما بعث رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. طريقتهم هذه في الاستدلال يقال لهم أليس أيضا من المناسب على طريقتكم أن تعملوا احتفال يوم المبعث، تأتي إلى مثلا يوم الهجرة ويوم الكذا؟ هذه كلها ما لا أصل. ولهذا أجمع أهل البصيرة بالسنة وبالهدي النبوي وبالطريقة المحمدية عليه الصلاة والسلام وبنهج الصحابة أن هذه الاحتفالات بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز للمسلم أن يحضر هذه الاحتفالات أو أن يشارك فيها، لا يجوز له ذلك، أن هذا أمر لا أصل له. ويسعنا ما وسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم.